استاذ جمال. لا سعادتك ما عنديش فكره، زي ما الاستاذ المحامي قال لحضرتك. امال كنت فين بالليل؟ في البيت سعادتك. وما رحتش الشغل ليه؟ مش ورشتك هناك؟ ايوه يا باشا، بس اخويا حسن هو اللي ماسك لي الشغل، انا ما بروحش غير لما يكون في حاجه مهمه. وما تعرفش ان حسن بيتاجر في المخدرات؟ سعادتك الكلام ده مش صحيح، اكيد في حاجه غلط. حسن اخويا عمره ما يعمل كده. طيب انا هسيبك تروح دلوقتي، بس ما فيش داعي تسافر في اي حته، لان اكيد هنحتاج نتكلم معاك تاني. اوامر معاليك، بس بعد اذن سعادتك ليا طلب واحد عندك. انت متاكد ان بصماته مش مطابقه لاي بصمه موجوده في الملف بتاع الشقه؟ طبعا يا فندم متاكد. اي اوامر تانية؟ لا شكرا، اتفضل. تسلم. بصمات عبد الرحمن مش موجوده في الشقه. جايز يا فندم هو كان واخد باله فما سابش بصماته. تعالى نراجع، جايز يبقى فيه اي دليل واقع مننا عليه. احنا فلينا الادله اللي بين ايدينا يا مصطفى. كل المتهمين، العربيه، كان القتل، كان الدفن، حركه البنت من اول النادي لغايه شقه زفت عبد الرحمن لحد الحمل. لا يا مصطفى، في حاجه غلط. طب ايه كده؟ مش عارف يا مصطفى، مش عارف. يمكن احنا كنا بندور ان اللي ورا الجريمه دي يا اما انتقام، عداوه، او اغتصاب. ممكن يكون في دوافع او اسباب تانية، بس ايه هي؟ ايه هي؟ الف سلام عليك يا غالي. انا مش حمل ان انا اخسر دم تاني يا اخويا، سايق عليك النبي. الثانية خلصت، يلا بينا يا اخينا. مش خلاص طمنت على اخوك؟ الحمد لله. يلا بينا. والمحامي قال لك ايه؟ قال لي طول ما فيش دليل عليا انا في الامان. واللي اسمه سلامه ده مش ممكن يسلمك؟ ما يقدرش يتكلم على ليله امبارح. طب وانا لو الظابط استدعاني اقول له ايه؟ ما هو اكيد لما رحت له كنت عارفه انك معاه. انت قلت للظابط ايه بالظبط؟ قلت له ان انا كنت معاه وان الراجل ده مترصد لي. انا كل اللي قلته له ان الراجل ده غرضه شر واني خايفه عليك. طب اسمعي، لو الظابط سألك تاني قولي له مش متأكدة، ما اعرفش حاجة، او قولي له ان انا ما نزلتش من البيت. ما ينفعش، ما انت اتكلمتي معاه، ما ينفعش. طيب ما انا ممكن اقول له اني لما رجعت لقيتك هنا وان انت كنت في الورشه ورجعت بدري وانت وصي صبيانك. مظبوط كده، هو ده. مظبوط. الحكايه دي هتعدي يا جمال؟ ان شاء الله. معرفش يا جهان، معرفش. سلامة في ايد الحكومة، معرفش هيقول ايه. ملعون ابو سلامه، انت مش بتقول مش هيتكلم؟ هي مش الحكاية دي بس يا جهان، عنده حكاوي كتير. انا لو كنت بطولي على الحرام من دراعي كنت اكلته اكل. بس انت مش بطولك يا جمال، عندك عيالك. وعندي انت يا جهان، انت عندي بالدنيا كلها.
خلود، خير يا معلم، في ايه؟ ينفع افضل هنا بس لحد ما اظبط اموري؟ هنا ايه يعني؟ قصدك تبات هنا؟ ينفع؟ اه طبعا، يعني مكان مكانك، بس انت ممكن برضو تيجي تبات عندي يعني. لا بس انا عايز افضل هنا. ماشي ماشي، اللي يريحك. طيب انا كنت بقفل وماشي، فانت لو احتجت حاجه كلمني. ماشي. اوكي ماشي، يعني خلي بالك من نفسك. اوكي اوكي، يلا سلام. سلام. ما اعترفش باي حاجه. ده ممسوك متلبس. القضيه لابساه، بس اللي زي ده هيفضل يحارب لغايه اخر نفس. انا كل اللي طالبه منك بس مش عايزك تطول معاه في القعده جوه. حاضر، الف شكر. العفو. انا جاي لك دلوقتي في كلمتين بالعدد. جمال وحسن علاقتك بيهم ايه؟ أنا ما أعرفش حد بالأسامي دي. ما تعرفش حد بالاسامي دي؟ يكش قصدك على عتمان وبدر؟ لا معلش، اشرح لي. ده موال عدى عليه عمر وفات سنين. زمان عثمان وبدر كانوا من رجالتي، وابوهم كان رجل غلبان من اول ما وعي على الدنيا وهو شغال في المحاجر. لما تجير كان جدته. وعي شديد بس نمشي مني. بعد موت ابوهم اتكفلت تاني بعياله الثلاثة، عثمان وبدر واختهم. عثمان اشتغل في ورشتي اللي في المنيا، كان عمره 20 سنة، واد جدع وعظمه ناشف. ومرت الايام وعثمان بقي دراعي اليمين، بقيت اعتمد عليه اكتر من رجاله بشنبات. بسك وقع في المحظور وانتص 3 سنين سجن. بعد ما السجن عثمان السلام عليكم يا معلم سلام. جاني بدر اخوه الصغير وطلب يشتغل مطرحه. الواد يده سبقاه ودم حامي ما بيفكرش. كل حاجة كانت ماشية سمنة على عسل لحد ما وقع المحظور. ايه المحظور؟ واحد من رجالتي واد عمي غلط مع اختهم، حبلت مني امر الله ونفد.